اهلا وسهلا، بغيتكم تجربوا ليا هاد تشيز كيك المونغ. يا سلام على مذاق فيه، وواحد الانتعاش فيه روعه. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. بقاو معايا باش تشوفوا لا فيديو. عندي هنا البسكوي اللي غادي نديرو في الهاشوار يتطحن، وغنزيد عليه الزبده اللي تكون دايبه. وبالنسبه للغراماج غنخليه لكم اسفل الفيديو. غادي نخدم المكونات غير بالاصابع ديالي حتى كتجانس ليا الزبده مع البسكوي، وغادي نقادو في المول ديالي كطبقه اولى كيف كتشوفوا على هذا الشكل. غادي ناخذ بول غندير فيه الفرomاج، اي نوع ديال الفرomاج كتفضلوا، وغادي نزيد الكريمه السائله الحلوه، والاحسن تكون بارده. غادي نخدم داكشي بالباطور، وغنزيد عليهم 2 حتى 3 المعالق ديال البوري ديال المونغ. بالنسبه لتحضير البوري ديال المونغ غنحتاجو مونغا مع نص عصير حامضه، ومعلقه كبيره ديال السنيده. غادي نخليهم على نار متوسطه ثم نخلطهم مزيان بالبغا ميكسور. وهنا حصلت على بوري ديال المونغ. كيف كتشوفوا ضفت واحد 2 معالق كبار صافي. وهنا وجدت الطبقه الثانيه ديال التشيز كيك ديالي، وكنوضعها في المول وكنديرو في الثلاجه يبرد واحد 3 ولا ساعتين، المهم على حساب الثلاجه ديالكم، حتى كيقبط راسو مزيان. وكنزيد الفوق منه كطبقه ثالثه ديك البوري المونغ اللي حضرت معكم، وكنقدموه بالصحه والراحه. كنتمنى ان شاء الله البارطاج ديال اليوم من الاعجاب ديالكم. بالصحه والراحه.